احنا دلوقتي في عالم الديجيتال، ولا انا مش بتكلم على عالم الديجيتال اللي هو بتاع ابطال الديجيتال اللي كان بيجي على سبيستون زمان، تفهمنيش غلط، مش هو ده. ممكن في يوم من الايام ولكن مش دلوقتي. اللي انا بقصده ان كل الصور دلوقتي اللي موجوده كلها متصوره بكاميرا ديجيتال. الصوره بتاعت البروفايل بتاعك، الصوره اللي على الموبايل بتاعك، اذا كنت مصورها بموبايل او مصورها بكاميرا احترافيه ولكن مش مطبوعه اللي هو كاميرا ديجيتال، كل حاجه بقت ديجيتال، وديجيتال مسهل على حياتنا كلنا بنتفرج عليه. ولكن بقى فيه لوك، اللي هو تبقى عارف ان اللوك ده جاي من كاميرا متصوره او من موبايل، او اللوك ده من كاميرا ايفون او موبايل ايفون، اللوك ده من سامسونج، ده من شاومي، ده مش عارف من ايه. كل حاجه بقت ليها لوك، لدرجة ان احنا نسينا ازاي اصلا الكاميرات الاحترافية كانت بتطلع لوك شبه كاميرات الفيلم، لان دوت كان اللوك الاساسي في الاول. وده لان ده كان توجه الشركات في وقتها ان هم يطلعوا لك نفس الستايل ونفس الالوان ونفس اللوك بتاع كاميرات الفيلم القديم بتاعتهم، ولكن كديجيتال عشان يوفروا مساحة، يوفروا فلوس، يوفروا مواد تصنيع للفيلم ده. ولكن دلوقتي كله نسى الموضوع ده وكله بقى داخل في ديجيتال، اللي هو يبقى الصوره شارب ونقيه جدا، ما فيهاش جرين، ما فيهاش اي حاجه من الكلام ده. ولكن انا جايب لك حل النهارده، وهو فلتر جميل جدا تقدر تحطه حرفيا على اي صوره انت عايز تحطها، مع شويه تعديلات اضاءه هتلاقي لوك كاميرا فيلم موجود عندك على الموبايل. فيلا بينا نبدا واقول لك ازاي تعمله على اللايت روم على الموبايل عندك. دي كده الصوره قبل الايديت على اللايت روم، ودي بعد الايديت. اللوك حلو، الاضاءه تحس ان هي اضاءه طبيعيه، مش اضاءه تحس ان هي ديجيتال ومش عارف ايه، لا جايه من فيلم، اللي هو هايلايت معموله مطفيه شويه، الضلال مش غامقه قوي اللي هو فيها لون جراي والكلام ده. واللوك ده اسهل من ما تتخيل، يعني هي التركية كلها في الكيرف اساسا، ولكن انا عملته بطريقه اسهل شويه لان انا عارف التحكم في الكيرف ناس كتير مش فاهماه، فانا عملته بلوك اسهل شويه. فتابع معايا، نعمل اول حاجه ريست للبتاع ده كله ونمشي خطوه خطوه. اول حاجه هتيجي عند اللايت، الصوره غامقه شويه فهنبدا نفتح الاكسبوجر بتاعها شويه. بعد كده هتيجي عند الهايلايت وتقللها مثلا 60 ب60، ونفتح الشادو نسبه كبيره ممكن 40، ونقلل الوايت شويه ل20 مثلا. بعد كده نفتح البلاك على 30 25 كويس. ندخل بعد كده عند الكيرف ده كنت عايز اعمله في الاخر خالص، ولكن انا همشي معاكم بالخطوات عشان يبقى اسهل لكم بدل ما تروحوا وتيجي كل شويه. هنعمل اول حاجه نقطه في النص، ودي هتتثبت فوق التقاطع شعرايه، عارف انت شعرايه. هتيجي بقى عند النقطه البيضاء اللي هي فوق خالص على اليمين دي، وهتنزلها شويه لغايه الربع او التلت كده، وهتيجي عند النقطه اللي في البلاك وهتخليها نازله كده تبقى على الخط كده بالظبط. ارفع برضو النقطة السوداء اللي في الآخر خالص دي فوق سنة صغيرة. هنا بقى بيجي السحر اللي هو بيديك اللوك الفيلم ده، وهو ان هتيجي عند التقاطع بتاع الوايت وترفعها سنة صغيرة بالشكل ده، ممكن اقل شوية يعني عايزها فوقها بالظبط بالشكل ده، وتعمل بعد كده اوكي. كده الصورة اللوك جاهز، اللي هو الهايلايت بتاع الفيلم جاهز، ده اللي بيديك اللوك تحس ان هي بتاع كاميرا فيلم في الاضاءة والكلام ده. خلصنا الجزء ده، ندخل بقى عند الاجزاء اللي بتديها الستايل او الالوان بتاعتها. هنيجي عند الكولر وهنزود الفايبرنس 30، وما تقلقش انا عارف ان هي بتبقى اوفر شويه ولكن هنقللها دلوقتي بعدين. هنيجي برضو عند التنت وهنعملها -8 او -10 على حسب نوع الموبايل بتاعك، تفرق اذا كان هو ضايف اصلا اخضر ولا شايله. موبايل الكاميرا بتاعتي بتبقى حاطه لون بنفسجي شويه، اللي هي الكانون M50 مارك 1 مع العنصر 50 مللي، بتبقى حاطه لون بينك شويه، فانا لاحظت ان هي -8 بيشيل اللون بينك وبيبقى مظبوط اكتر شويه. نيجي بعد كده عند الميكس، نيجي عند الالوان او اللون الاحمر، هنزود تشبع اللون الاحمر على 20 ونفتح الاضاءه على 10 مثلا. نيجي عند اللون الاورنج نخليه ناحيه الاصفر او حاجه بسيطه اللي هو موجب 4، والساتوريشن -10 مثلا. والاضاءه ممكن نغمقها برضو شويه لان هي لون بشرتها فالاضاءه تلاقيها لاسعه شويه، فاحنا عايزين نقللها شويه بالشكل ده. نيجي عند اللون الاصفر هنخليه زي ما هو لكن ناحيه الاخضر شويه، وهنقلل التشبع بتاعه -20 ونفتحه -20، وده عشان جاي هو في اللون بتاع الشمس واحنا عايزين يبان اكنه اضاءه لاسعه من الشمس شويه، فنخليه ممكن اكتر على 30. نيجي عند اللون الاخضر نقلل الهيو بتاعه حاجة بسيطة ونقلل الساتوريشن على 50 مثلا، ونغمقه حاجة بسيطة بالشكل ده.
نيجي عند اللون الاكوا واللي احنا نخليه ناحيه الاخضر، حاجه بسيطه جدا اللي هو -10، ونقلل الساتوريشن بتاعه. الازرق بقى نقلل الساتوريشن بس وهنفتحه، وهي نفس الشيء في الماجنتا والبربل اللي هو البنفسجي والبينك، نقلل الساتوريشن بس وخلاص. بعد كده نعمل done. نيجي بقى عند الايفكتس، وهنا هنعمل شويه شاربنس لان كده الصوره بقت سوفت جدا، فاحنا هنزود الشاربنس مثلا على 10، وهنعمل فينيات على -4 او -6. ونيجي عند الديتيلز، ولو انت عشان احنا لما قربنا، لو قربت مثلا عند الوش هتلاقي ان في نويز دلوقتي، وانا او يعتبر مفيش، انا مسرع ايزو 100 اصلا، ولكن في نويز في الحتة المظلمة بسيط مش قوي، ولكن الصورة برضو سوفت بزيادة. احنا كده كده هننعمها ونظبطها دلوقتي، ولكن عايزين نزود حدة بسيطة، فهنزود الشاربنس مثلا على 40. ده اللي هما بيحبوا اللوك ديجيتال شوية، مش عايزينه يبقى فيلم قوي، زود الشاربنس. خلي الماسك على 20، واعمل نويز ريدكشن على 20، والديتيلز على 5 أو 54 مثلا. كده عملنا التنعيم بتاعه من غير لما نفقد تفاصيل، وبرضو الصورة تفضل شارب زي ما هي. هنرجع تاني بقى لخانة الإفكتس، وهنا هنعمل بقى الكولر جريد بتاعنا، أو قصدي الكولر، وهنعمل هنا الكولر جريد بتاعنا. هتدخل عند الجريدنج، قعدت ألعب شوية في البتاع لغاية ما طلعت باللوك اللي بالظبط اللي أنا كنت عامله، وهو إن احنا نعمل هيو على 225 والساتوريشن على 9. وهنا بقى النقطة اللي هتخلي لك اللوك مظبوط أكتر، واحنا هنخلي البلندنج اللي هو ده هنخليه 100%، والبالانس على 34. نيجي على الهايلايت وهنخليها على 61، والساتوريشن على 10 نفس الشيء، ونعمل بعد كده done. وده اللي هيديك اللوك اللي هو ده كده. ممكن تقعد تلعب شوية بالكيرف لغاية لما يوصل معاك لللوك بالظبط اللي انت عايزه، تلعب بيه شوية لغاية لما ظبطه أكتر شوية. وديت اهي كل الاعدادات بعد ما قعدت العب شويه بالاضاءه لغايه ما ظبطتها اكتر شويه. فهي دي الصوره كده قبل وكده اهو بعد. اللوك جامد جدا. برضه ممكن تلعب على حسب الصوره بتاعتك في الاعدادات لغايه ما تظبط معاك. مثلا ده كده اهوت الميكس، انا فضلت العب شويه في الالوان برضه، اعدل عليها حاجات بسيطه زي ما انت شايف قدامك كده، حاجات بسيطة جدا اللي هو نفس الفكرة العامة، ولكن تغييرات بسيطة جدا عشان الصورة تبقى ملائمة أكتر. لو عايز تعمل لوك أكتر سينمائي أكتر، تقدر تعمل نفس الشيء في الكيرف اللي هو نفس الشكل ده، ولكن في الألوان اللي هو الأحمر والأخضر والأزرق نفس الشكل بالظبط، طبقه في التلاتة التانيين ويطلع معاك بلوك حلو زي ما أنت عايز. أتمنى الفيديو يكون عجبك، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، تشترك في القناة مش مشترك، اعمل شير لكل أصحابك، وأشوفك الفيديو الجاي. سلام.